اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نبدا بالصلاه على النبي. يا صباح الفل والهنا والياسمين على احلى متابعين بسمع. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه جاده. فضلا وليس امر للي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد ليا. النهارده نزلت كده دكر بط كده عملاق عسل جدا وطعمه زي السكر. اهم حاجه سنيت السكينه بتاعتي عشان الدكر البط ما يتعذبش معايا. اولا انا ممكن اذبحه بالطريقه دي، تمسكي جناحه وتلفي الرقبه بتاعته على طول، بس انا حسيت اللي هو برضو عطشان تاني. قمت جبت طبق كده وحطيت اهم حاجه الميه ليه قبل ما اذبحه. او اي حاجه لازم البط بتاعك او اي حاجه هتذبحيها لازم تشربيها الاول. اول حاجه ميه. وكان يا عيني جسمه بيترعش خالص عشان كنت حطاه في الحمام وقت طويل، عقبال ما كنت بعمل حاجه في المطبخ حطيته وقت طويل وكده، ويعني اتبل وكان جسمه عمال يترعش جدا، تحس اللي بني ادم وسقعان جدا من السقعه. انا عندي مسن كده بسيط، بس هغير المسن خالص وهاخد السكاكين بتاعتي اروح اسنها عند الراجل. احسن حاجه اللي هو بيسنها لي زي الموس. تعالى يا دكر بط انت ما تغلبنيش في الاخر. هتتحط تحت رجلي وهتتذبح وهتتاكل كمان. ما تغلبنيش اخرك هتتذبح. تعالى يلا. بصوا كان مرعوب مني والله العظيم. بصوا كان مرعوب مني. هو اصلا ما خدش في ايدي بص ثانيتين 3. شايفين الدكر البط والله العظيم على قد ما هو خلاص عايزه اذبحه وخلاص وخلص، بس في نفس الوقت كان صعبان عليا. شايفين زي الفار المبلول. من السقعه يعني، هو اصلا من كتر السقعه شايفين زي الفار المبلول. صعبان عليا، مش عارفه اذبحه ولا اسيبه شويه ادفيه ولا اخده في حضني ادفيه. انا ما عرفتش اعمل ايه. قلت لا انا هحطه تحت رجلي بقى واخلص منه وخلاص. قمت بقى جبته تحت رجلي كده وسنيته تاني بالسكينه وخلعته. قلت لا انا لسه هقعد كتير، لا انا مش هطول اكتر من كده، يلا بقى عشان اخلصك. وبصراحه كان خد شويه وقت كده في الحمام عشان كده ساعه. بصوا اهم حاجه تلفي الرقبه كده وتذبحي وتشدي الرقبه خالص وتذبحي وتسمي بالله وتصلي على الرسول. اهم حاجه تقولي كده بسم الله حلال الله اكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتذبحي على طول. الحاجه تطلع منك زي السكر. اهم حاجه انا حطيته في ميه سخنه. اهم حاجه ما تكونش الميه قوي، يعني ما تكونش مغليه خالص، وفي نفس الوقت برضو ما تكونش فطره. انا مش عايزاها كده، انا عايزاها بين البنين علشان معايا ما يجلدش، وغير كده ما يتهريش برضو. اهو زي ما احنا شايفين اهو انا بقلبه على كل الجوانب. الميه السخنه هتخلي الدكر معاكي يتهري، والميه الساقعه هتخلي الدكر معاكي مجلد. احنا عايزينه بين البنين وحاجه كده كويسه، مش كل شويه نفضل نشيله من الميه ونحطه في الميه. انا دلوقتي بقى هختبره اشوف الريش بيتشال معايا بكل سهوله ولا لا. الجنب التاني كان بيتشال معايا بكل سهوله. شايفين الجنب ده عايز سنه بسيطه جدا. هنزله تاني في الميه السخنه. طبعا مش هرمي الميه السخنه لغايه ما اشوف الدكر معايا وصل لغايه خالص. اهو تمام. الجنب ده خلاص بقى تمام جدا معايا. هحطه تاني بقى في الجنب بتاع بطنه علشان انجزه بقى واخلصه. اهو تمام خلاص بقى. قعدنا بقى في الارض. جبنا الطبق بتاعنا الحلو الكبير عشان الطرطشه وكده، بقى قعدنا نشيل بقى الريش. اهم حاجه عشان تشيل الريش معاكي تشيليه من لغايه الجلد لغايه فوق، عشان تجيبي الصغير في الكبير بايدك الاتنين وتشدي الريش لغايه فوق. ده بيسهل معاكي جدا، وكمان ما بياخدش وقت، وهتخلصي الدكر البط بسرعه. انت دلوقتي مستعجله وعايزين بقى تاكلوه عشان الغدا وكده، هتقومي تذبحيه بسرعه وتنضفيه بكل سهوله، هيكون احلى دكر معاكي زي الفل. وكمان هوريكي لو في ريش صغير خليكي تشيليه بكل سهوله، وكمان هوريكي كذا طريقه للريش الصغير. الطرق دي ناجحه معايا جدا جدا جدا، وبحتاجها قوي قوي لما بيكون في ريش صغير قوي في دكر البط او في الفرخه اللي انا بعملها كان بذبح اهو تمام. انا قمت بقى جبت دكر بط الصبح كده علشان قلنا هنعمله على محشي كده عسل يستاهلوا بقكم. وقلنا بقى المحشي كده ما يحلاش على دكر بط، احلى حاجه دكر بط يا سيدي. وسع الكلام ده كبير. اهو زي ما احنا شايفين بشيل من تحت لفوق، تسهل معايا الريش يطلع بكل سهوله. اهو زي ما احنا شايفين ما شاء الله نص البطايه انا خلصتها اصلا. اهو بسم الله ماما اللي كانت معلماني الطريقه دي. جبنا بقى طبق يا حبايبي كمان، بس الطبق ده طلع صغير هغيره. جبنا شويه رده جنبنا وتدعكي البطايه جامد جامد جامد. اول طريقه من اللي انا قلت لكم عليها، تجيبي الرده ناشفه وتدعكي البطايه جدا جدا جدا. احنا هنغير الطبق
علشان الصينيه عامله توعي الرده. وانت بتتعجي كده بالرده الريش الصغير بيطلع معاكي في ايدك، حتى لو ريش صغير ريش كبير اي حاجه بتطلع في ايدك بكل سهوله. وانا مجربه الطريقه دي كذا مره والحمد لله ناجحه معايا جدا. تفركي كده الرده من بين الجناح ومن بين الفخدين ومن عند الظهر كده، تفركي جامد جامد جامد. برضو مش تفركي اللي انتي تطلعي الجلد معاكي، لا تفركي جامد كده تطلعي الريش الصغير معاكي وانتي بتفركي اهو زي ما احنا شايفين اهو. بكل سهوله اتعمل معايا ولا اسهل من كده اهو. جبت بقى طبق كبير عشان بصراحه عماله ادلدق رده والدنيا عندي بقت معجنه. الدكر على قد ما كنت تعبانه جدا جدا بس اشتريته علشان قلت بقى اعمله على شويه محشي كده سخنين يا سيدي على الحلاوه وعلى الطعامه اهو زي ما احنا شايفين. ونشيل بقى الريش الصغير واحنا بنعمله كده، يعني هيقابلنا كده ريش ظاهر برده تشيليه معاكي. تفركي جامد 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 لغايه ما تحسي ان انت كده خلاص. زي ما احنا شايفين شغلنا النار. اهم حاجه تنشفي البطايه من كل حاجه، ولا نقطه ميه يكون فيها، علشان الميه هتلزق في الدكر مش هتديكي النتيجه اللي هتشيل الريش بسرعه. لا احنا مش عايزينه كده، احنا عايزين تشيل الريش الصغير بكل سهوله معانا وننجز في الوقت اهو. زي ما احنا شايفين تعملي بقى يمين وشمال هي هيتشال معاكي بكل سهوله. تصدريه كده للنار منه للنار. والله العظيم الطريقه دي ناجحه جدا جدا، لو جربتيها بنفس طريقتي هتقولي لي بجد تسلم ايدك يا بسمه. هتعجبك جدا جدا الطريقه وتعتمدي عليها في كل دكر بط تعمليه. هو البط اصلا من الحاجات اللي بيبقى فيها ريش صغير كتير جدا جدا، مش عارفه ليه اهو. زي ما احنا شايفين اهم حاجه تكوني منشفاها من الميه تماما. انا عملتها بالرده الاول، بعدين جبت فوطه نفضت منها الزيادات او كده اهو. زي ما احنا شايفين خلاص. الطريقه دي تحفه جدا جدا وسهله قوي قوي بصراحه. ساعات بتعقد من البط كتير علشان ريشه صغير، دي اكتر اصلا من الحاجات اللي بتقرفني من البط جدا. وكمان لما بكون منضفاه من بره والله العظيم بقرف قوي قوي، عشان كده ما بحبش بالذات انضف البط بتاعي بره، او لو نضفته بره وحصل الظروف ونضفته بره باجي عادي عليه هنا في البيت مره واثنين وثلاثه وعشرة. البط بصراحه مش مستحب خالص بالريش بتاعه. خلاص تيجي بقى نفتحها مع بعض. احنا بدينا التنظيف وبدينا الريش الصغير وكله كده بقى تمام. نيجي بقى على الحوض كده ونفتحها فتحه كويسه. نمسك بقى السكينه كده نمشي عليها بكل جسمها كده، عشان لو فيها ريش لازقه ولا حاجه تطلع برضو معانا. اول حاجه كده انا هعمل الرقبه اهو. زي ما احنا شايفين اول حاجه بفتح الرقبه. خدوا بالكم الطريقه دي سهله جدا جدا جدا. في بنانيت كمان لسه متجوزين قريب ما بيعرفوش ينضفوا البط. الطريقه دي سهله جدا جدا جدا. ولو انت كمان مبتدئه وحماتك اديتك بطايه حلوه ومحتاسه ومش عارفه تعملي هتشوفي الطريقه دي هتتوكلي على طول ومش هتخافي من بعد كده. وكمان انا ذبحت لكم البط كتير، يعني انا نزلت لكم ذبيح بط كتير. ولو عايزين ان شاء الله هذبح لكم برده بطه وانزلها لكم على القناه لو في بنانيت لسه متجوزين جديد وما بيعرفوش يذبحوا. انا تحت امركم والله العظيم، اللي تأمروا بيه انا تحت امركم. ما احنا شايفين خلاص شلنا الريش خالص ونضفنا الدنيا وكل حاجه بقت تمام. عملناها تحت الحوض علشان برضو الميه بتنزل اي حاجه على الدكر برضو بتبين اهو. زي ما احنا شايفين اهم حاجه تفتحيها من عند الظهر، الحته اللي بتبقى فوق الزرموكه دي بتبقى الزفاره كلها لازم تنضفيها علشان الدكر بتاعك يبقى نضف من كل حاجه. وكمان هوريكم كده حاجه في البط لو ما شلتهاش هتلاقي الدكر بتاعك كله زفاره اهو. زي ما احنا شايفين فتحناها كويس جدا. وتشيلي بالراحه الكبده والقناصه، واهم حاجه الكبده من الحاجات الطريه جدا جدا، لو ما بتجيبيها بايديكي وهي سخنه بالذات بتتهري منك. خدوا بالكم التفاصيل دي اهو. زي ما احنا شايفين نضفناها كويس جدا وخليناها زي الفل اهو تمام. ولو عايزين اي حاجه برضو اكتبولي، لو عايزين اي تفاصيل انا ممكن ما اكونش قلتها في الفيديو ان شاء الله هرد على كل الناس باذن الله. الناس اللي بتقولي يا بسمه انت ما بترديش على الناس، والله يا جماعه اعذروني طويله جدا جدا اليومين دول، بس ان شاء الله هرد على كل الناس في الفيديو ده علشان البنانيت اللي لسه متجوزين. واي استفسار طبعا انا تحت امركم والله. لو عايزين اي فيديوهات من دي انا ممكن انزل لكم فيديوهات تانية كتير
اهو زي ما احنا شايفين خلاص فتحناها وطلعنا الغشاء بتاعها كله اهو تمام. والقناصه اهم حاجه تعملي القناصه وهي سخنه، ما تسيبهاش لغايه ما تبرد علشان لو بردت مش هتطلع معاكي بكل سهوله. يعني القشره الصفراء اللي فيها دي مش تطلع معاكي بكل سهوله. انا اسفه بقى لو حد بيقرف، محدش يقول لي يا مامي ولا بابي ولا الحاجات دي. الحاجات دي بتبقى كده. وكمان اللي هيتفرج عليا هو هيكون بيحب الحاجات دي او بيكون عايز ينضفها ويتعلم لبيته. واحسن حاجه اللي احنا نعمل حاجاتنا في بيتنا، مفيش احسن من كده. انت عارفه نظافتك كويس والميه اللي انت بتستخدميها كويس. بس هناك بقى ما بيحطوش كل شويه تحت الحوض ولا الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. بيحطوه كده في اناء كده. كله بيشطف في كله، ما تفهموش. حتى الميه بتاعت السليق اللي هم اول حاجه بيسلقوا بيها عشان يشيلوا الريش، مش هقول لكم عامله ازاي. البط كمان ما بيحتاجش مكنه علشان ممكن يبوظ المكنه. اهو زي ما احنا شايفين بقت زي الفل. يا سيدي يا سيدي على الجمال وعلى الحلاوه. خلاص كده خلصت بقى، خلاص كده مكاننا خلاص كده ايه تمام. نحطها بقى في شويه ميه وملح. بصوا بقت زي الفل ازاي، حاجه كده بتتكلم على نفسها والله العظيم. يا سيدي على الحلاوه وعلى الشقاوه كمان. ننقعها بقى بشويه دقيق وشويه ليمون وشويه ملح عشان نشيل الزفاره بتاعتها خالص. وزي ما قلت لكم عايزين اي استفسار انا تحت امركم. لو عايزين اي حاجه تانية اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. رعايه الله مع احلى فيديوهات بيتي مرايتي. باي باي.